مرة أخرى الشعب المغربي يقع في فخ البروباغندا المخزنية. سابقا المخزن أكد بأنه بعد صدور قرار 2797 الذي يدعي فيه اعتراف مجلس الأمن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بالإضافة كذلك ومدعوم بطبيعة الحال بالخطاب أو كذلك بالدعم والاعتراف الأمريكي وكذلك بالدعم الفرنسي، حاول توريط شركة جوجل بالمناسبة. في هذا الإطار أكدت مجموعة من المصادر المغربية والمخزنية بأن جوجل قام بتغيير الخريطة وكذلك إزالة الخط الفاصل ما بين كل من إقليم الصحراء وإقليم الصحراء الغربية وإقليم المغرب استجابة للقرار وخضوعا كذلك القرار في محاولة للتبرير على أساس أن القرار أخذ طابع اللي هو ذي بعد قانوني. إلا أن شركة جوجل اليوم تفاعلت خاصة من بعد كذلك عموما تدخل مجموعة من القنوات العربية وكذلك القنوات الأخرى المهتمة بالنزاع حول الصحراء الغربية والموالية للمخزن، أو التي تقوم كذلك بترويج بروباغندا ديال المخزن، أو التي تشتغل على المستوى ديال الترند. فأكدت جوجل عبر المسؤولة وكذلك بشكل هو رسمي بأن خط الفاصل ما بين الصحراء الغربية إقليم الصحراء الغربية وإقليم المغرب بأنه معتمد على المستوى الدولي ولم يتم تغيير السياسات جوجل بأي شكل من الأشكال، وبأنه لا يوجد أي قرار، وبأن النزاع وفق كذلك سياسة جوجل بأن النزاع حول الصحراء الغربية لا زال مستمرا. هذه صفة عليه قوية. ثم تؤكد وتعود للتأكيد مرة أخرى بأن الخط الفاصل ما بين إقليم الصحراء الغربية وإقليم المغرب بأنه يرتبط فقط بالشعب المغربي، في محاولة بطبيعة الحال بواحد المعطى وكذلك بالمنطق التجاري، وفي محاولة كذلك إلى ضمان يعني كذلك عدم عموما يعني إثارة الغضب ديال المغاربة. قامت بإزالة منذ البداية، لم تقم بالحديث وكذلك بما يتعلق كذلك باعتماد هذا الخط، ولكن الخط الفاصل ما بين كل الصحراء الغربية وكذلك المغرب على المستوى ديال شركة جوجل معتمد في الجميع. لهذا كان في واحد النقاش اللي هو دائر داخل مواقع التواصل الاجتماعي ما بين كذلك سحب شركة جوجل ما الخط او عموما ما يتعلق كذلك بالخط الفاصل داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم تزيل او كذلك الشركه تؤكد بانها لا زالت الى حدود الان هي ملتزمه بالقانون الدولي، وبالتالي السياسه ديالها هي تتناسب والى حدود الان مع ما يتعلق كذلك بالشرعيه الدوليه وكذلك بميثاق الامم المتحده وكذلك القانون الدولي بشكل هو اساسي. وتؤكد بان قرار 2797 وفق كذلك لجنه القوانين او اللجنه كذلك ما يتعلق كذلك بقسم المرتبط كذلك بهذه النزاعات والخصوصيه كذلك ديال جوجل، بان لا ترى باي شكل من الاشكال بان قرار 2797 بانه يعني تغيير او يحدث اي تغيير فيما يتعلق بمستقبل النزاع حول الصحراء الغربيه. هذه كانت صفعه جديده من ضمن مجموعه من الصفعات التي تلقاها المخزن كذلك خلال الأيام المقبلة. الشراكة الأوروبية المخزنية أو أوروبيا المغربية ستحدد كذلك مصير ما يتعلق بقرار مجلس الأمن 2797، خاصة وأن مفوضية الاتحاد الأوروبي أكدت بأنها ستفتح مجالا وكذلك مفاوضات جديدة علاقة بالصيد البحري، خاصة من بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أكد على أن إقليم المغرب وإقليم الصحراء الغربية بأنهم إقليمين منفصلين. قد يكون هناك امتحان عسير بالنسبة كذلك سيواجه أول امتحان اللي هو حقيقي وما يتعلق يعني المرتبط بقرار 2797 سيواجهه أو سيكون هناك يعني امتحان أمام كذلك هذه الشراكة، وسوف يتم كذلك الكشف على ما يتعلق يعني بالموقف ديال الاتحاد الأوروبي من هذا القرار. هذا سيقوم ب أخذ وجهة النظر وكذلك تبني وجهة النظر الأمريكية، أما أنه سوف يقوم بكذلك يعني بالارتهان وكذلك باحترام القانون الدولي وخاصة احترام القرار الصادر من طرف محكمة العدل الأوروبية الذي يمنع على المغرب إدراج منطقة الصحراء الغربية في أي شراكة تقودها المغرب، بل أكثر من هذه المسألة بأنه يرفض رفضا باتا حتى استغلالها أو حتى كذلك تسويق المنتجات ديالها على أساس أنها من أصل أو من أصل المنشأ بأنه مغربي. وهذا ما تم كذلك تأكيده حتى في المفاوضات المؤقتة المرتبطة باستغلال المنتوجات الفلاحية أو تصدير المنتوجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية، على الرغم من أن كانت هناك فيه تجاوزات اعترضت عليها جبهة البوليساريو. المخزن الذي يدعي بأنه انتصر، خاصة أن بعض الصحف تتحدث بأنه الانتصار بأنه دي طبيعة عنده بعد قانوني وكذلك عنده بعد اللي هو سياسي وبأنه حاسم وبأنه قد أعلن حسب كذلك القول ديال الملك محمد السادس بأنه قد أعلن ما يتعلق يعني بنهاية النزاع حول الصحراء الغربية. لا زال يصطدم إلى حدود الآن
على المستوى القانوني، مع كل كذلك ما يتعلق كذلك بجوجل بشكل اساسي ماب. ثم ما زال كذلك يواجه مخاطر كذلك ما يتعلق كذلك بردود الفعل الاوروبيه علاقه يعني بالنقاش والتفاوض على المساله ديال الشراكه الاوروبيه المغربيه. ولا زال كذلك يواجه ما يتعلق كذلك يعني بالوضع القانوني لنزاح الصحراء الغربيه. تحياتي.